السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم على خير وبخير؟ كي دايزين مع صيامكم؟ كلشي هاني. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي، وينال الرضا ديالكم. متنساوناش من لي جيم ولي كومونتير الزوينين، واللي مازال ما تابوناش في القناه ديالي كنتمنى يدخل يتابونا عندي ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفطائر اللي سهله في لي مول ديال لي كيش، تيجيو بنان. نغيروا شويه مائده الفطور ديالنا. كنتمنى ينالوا الرضا ديالكم وتجربوهم وبالصحه والراحه مسبقا. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير على بركه الله. دابا ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. هنا عندي 2 حبات ديال البطاطا راني قطعتهم طريفات صغيورين، وهنا عندي بصله كبيره مشلضه. دابا ندير هاد البطاطا، ندير واحد شويه ديال الزيت في المقله ونقليها غير في هذيك الزويته، هي شويه ماشي الزيت كثيره حتى تقلى لنا. وفاش تقلى غنضيف عليها البصله تشحر معاها. هيا تقلى لي بطاطا ونرجع نوريكم الشكل اللي غادي ندير. هيا من بعد ما تحمرات لنا البطاطا والشكل اللي تجي عليه، راه تجي صحيه ما فيهاش قوه الزيت. دابا غنضيف لها هذيك البصله اللي شلطت، نخلطها معاها مزيان ونغطيهم ونخليها تنزل لنا البصله عاد نطفي عليها. هيا من بعد ما وجدت لنا البطاطا والبصله حيدتهم، وفي نفس المقله وليت ضفت شويه نتاع الزيت ودرت نص حبه فلفله حمراء ونص حبه ديال الفلفله خضراء وشحرتهم مع مليحه هما حتى هبطات ليا وحيدتهم. وعندي هنا الزيتون خضر مقطع، وهنا عندي ليمون تاع لي كيش دهنتهم بالزيت ودرت لهم الدقيق وحطيتهم في لاطه. دابا ندوز ندير فيها المقادير اللي وجدت. هما نبقى ندير البطاطا والبصله هما الاولى تنعمرهم كاملين. من بعد ما عمرتهم البطاطا والبصله دابا تنضيف لهم الفلفله من الفوق. دابا نبقى نضيف الثوم، اللي بغى يضيف صدر الدجاج يضيفو، اللي بغى يضيف الكفته يضيفها، كل واحد تيضيف اللي بغى. انا في هاد الساعه اكتفيت بالثوم. دابا نبقى نضيف الزيتون مقصص، هاهما على هاد الشكل هذا. دابا نخليوهم على جنب وندوزو نوجدو لاباراي اللي غادي نحتاجو لهاد ميني. هما راه شكل فطائر وشكل بيتزات. هنا درت 2 بيضات، غندير لهم قبيصه ديال الملح، حتى نص معلقه ديال الملحه. الملح راه اختياري. ونحركهم مزيان وندير حتى كويس معلقه نتاع الابزار. ونطربهم مزيان حتى نخدم هذوك البيضات مزيان. هاي من بعد ما طربت هذوك البيضات خليتهم. دابا عندي هنا كاس نتاع الدقيق الابيض، ها هو غنضيف له معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه بيكين باودر، ونخلطهم بجوج. نبقى عاد نضيفهم على داك البيض ونخدمهم. نضيف غير نص ديال الكميه، ومنين نضيف النصف نتاع الكميه نتاع الدقيق غنضيف كاس ديال الحليب ونولي نخدمهم. المهم نتوما معايا.
هاي من بعد ما ضفت النصف ديال الكميه نتاع الدقيق ندخلهم في هذاك البيض مزيان. نضيف كاس ديال الحليب ونخدمو حتى هو مزيان حتى يدخلوا ليا معاه مزيان. ومن بعد ما نسجمو دابا نضيف الكميه الثانيه نتاع الدقيق، ها هي، ونولي ندخلها فيه. ونولي نضيف نص كاس ديال الحليب. ها هو دابا نضيف نص كاس ديال الحليب، ندخلو مزيان، ونضيف 2 معالق كبار درتهم قزبر ومعدنوس مقطعين رقيق. هيا من بعد ما وجدات لنا لاباري اللي غادي نديرو دابا غادي نبقى نضيفهم فوق. وفي هذا الاثناء راني مشعله الفران باش ينساليهم. هما ندخلوهم دابا للفران. انا ندخل من الفرن تاع الغاز، ندير العافيه من التحت ونخليهم راه تينتفخوا، ولكن راكم فاش تخرجوا ماشي يوليو يطبطوا الحجم د المول اللي هما فيه. نديرهم يطيبوا فاش يتحمروا لنا من التحت ونكون نهبطهم من يتحمروا من الوجه، نضيف لهم الفرماج كينتفخوا. دابا راه بغيت نهبطهم من التحت، ها تحمروا ليا من التحت. دابا ندير لهم العافيه من الفوق، غنضيف لهم شويه ديال الجبن على الوجه ديالهم ونولي ندخلهم يتحمروا ليا في وجههم. هما من بعد ما خرجتهم من الفران ها هو الشكل النهائي اللي تيجيو عليه. راه تيجيو ساهلين وتيوجدوا بسرعه وتيجيو حتى البنان. كنتمنى تجربوهم وينالوا الرضا ديالكم. نجرب معكم واحد الوحيده، ها هي، شوفوا الشكل ديالها كي تيجي من الداخل. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.